السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنيئا للمنتخب الوطني المغربي وصوله إلى الربع النهائي الذي سنواجه فيه منتخب فرنسا من جديد فرنسا. أقول من جديد فرنسا لأننا نخاف من أشياء. أول شيء بعدا نتصنتو للسي أنفانتينو اش قال بعد نهاية المقابلة ديال المغرب مع كندا. Dima Maghreb, félicitations au Maroc pour un grand match ici, une grande victoire contre le Canada. Canada qui a joué très très bien aussi, mais le Maroc a finalement gagné, s'est qualifié pour le prochain tour de cette exaltante Coupe du Monde. The FIFA World Cup is absolutely fantastic. Congratulations. المهم يعاود يقولها باللغة الإنجليزية. طبعا بعض المتفرجين المغاربة لاحظوا مثلا في اللقاء ديال المغرب ضد هولندا أن أنفانتينو ما فرحش من ماكينة التعادل، وأن بيان سور ما هادشي فرح، ماشي مسألة يعني على أنه تقول ضد المغاربة ما فرحش. أنفانتينو هذا رئيس الفيفا كيمثل جميع الفرق، واش إلا ماركات البرازيل ينوض يفرح، ماركات إيطاليا ينوض يفرح؟ ما يمكنش هاد يفرح الفريق ضد فريق وهو يمثل الجميع. فعليه أن يكون شوية رزين وتكون عنده شوية الحكمة وتكون عنده شوية اللباقة والسياسة في هاد الأمور. فما تاخدوش هاد الأمور على أنه ما فرحناش يعني راه كاينة شي حاجة. طبعا حنا الكرة اليوم ولينا كنشوفوا فيها بزاف الأمور. لاحظنا ما وقع للمنتخب الإيراني الآن في اللقاء ديال كندا. أنا أول من شفت لاربيت هو أوليفير فرحت، قلت ستان لاربيتر أونغلي، أنا أربيتر أونغلي كنتفرج له في البطولة ديالو ديال بريمير ليغ، كنشوف فيها تبارك الله التحكيم جيد واللقاءات متكافئة، والحكم دائما كيحصل على نقاط متميزة خلال تحكيمه للمباريات. أنا قلت هاد الحكم غادي يكون مزيان، إلا أنه تفاجأت، بان لي خفاف، بانو يدي خفاف على البطاقات الصفراء. لاحظت ما وقع للمنتخب المغربي. لجم المغاربة يعني بحال اللي حبس لهم لا موتيفاسيون ديالهم، نقصها لهم شوية زيادة على أنهم دخلوا البروميير ميطون كان فيه شوية ديال علامات الاستفهام. هل هو العياء اللي كان ديال المقابلة اللي سبقات، اللي كانت فيها 120 دقيقة واللي كان فيها بزاف ديال المجهود ضد هولندا، هل هي استراتيجية أو لا هادشي اللي عطى الله بروميير ميطو؟ يعني أنه كان واحد شوية ديال الإخفاق، وعادي بالمرات الإنسان كادونس ديكادونس. فإذا أنا شفت هذاك الحكم خفيف بزاف وكيخرج في الصفرات، تفاجأت، قلت هذا السيد هذا اش كيدير؟ ورغم من أن كانوا يستحقوا الصفرات لاعبين، سيرتو داك السمر اللي كان يضرب في حكيمي، لاعبين كانوا يستناو الصفرات أكثر، يعني من الجهة المقابلة، يعني الكنديين كانوا يستحقون البطاقات الصفراء أكثر منا. ماشي مشكل، المهم دازت الأمور بخير وعلى خير. ما بين الشوطين كنشوف بونو مشالو، كنشوف حكيمي كيهضر معاه، وكنشوف تدخلات ديال السيد محمد وهبي. دخل الشوط الثاني شويه على ما اظن جبدوا له الودينات لداخل ان بتي بو، ادخل شويه ايكيليبري ان بتي بو، يعني ماشي كاع شي حاجه كبيره، ولكن كان عودة إلى الشوط الأول. فالمنتخب المغربي قلنا كان ناقص، كانت منتخب كندا كان أحسن، وصل الشباك أكثر من مرة، أكثر من شيء تقريبا محاولتين. لكن دائما نقولها ونؤكد أن الفريق هو 11 لاعب، ثم أنه من يكون عندك حارس في المستوى وفي يومه، في اليوم اللي اللعابة كانوا شوية ناقصين كان الحارس موجود. فهذا هو الفريق من واحد اللاعب كي قال له الاخر ما يبانش، لعاب اخرين يبانوا. فهذه الليله هذه كان بونو ما شاء الله وعطى الثقه، وخرجنا يعني الشوط الاول دارت واحد المجهود كبير كندا، وخرجنا يعني بصفر صفر، فالحمد لله فدارت الامور. دزنا للشوط الثاني، شفنا اللي شفنا، وشفنا التغييرات اللي دار السي محمد وهبي، وداك شمس الدين الطالبي ما شاء الله عليه اللي جات من رجله واحد الكره ممتازه. اولا تاكلها ثم زاد بها وعطى التمريره لدياز اللي بدوره مرر الأناحي وسجلنا الهدف الثاني. ممتاز ذاك اللاعب من يدخل في ذاك الجهه اليسرى شويه خلق المتاعب للفريق الكندي. انفانتينو كيهنئنا ولا ما كيهنئناش، داك الشيء سوقو، عادي انه يدير السياسه وانه يدير البوليتيك.
أنا هنا في هذا الفيديو أخشى ما أخشاه في المباراة ديال فرنسا، لا أخشى كرة القدم، كرة القدم أقولها دائما، هناك منتصر ومنهزم ما عندناش إشكال. أخشى الكواليس، خفنا من الكواليس. ما وقع لنا في 2022 لا نريده أن يقع هذا السنة. خليونا نلعبوا كرة عادية، الله يجازيكم بخير. خليو المنتخب المغربي يلعب مع المنتخب الفرنسي كرة عادية، et que le meilleur gagne. أنا دائما كان أتمنى أن يكون لو ميور هو المغرب، ولكن واحد الفرنسي هذا يتمنى الفريق ديالو هو لو ميور. حنا غير خليو لنا كرة تدور كرة، والتحكيم يكون عادل ويكون في المستوى، et que le meilleur gagne. هذا هو الفوتبول. راه ما يمكنش حنا إلا خسرنا راه ماشي مشكل، ولا ربحنا راه إنجاز الحمد لله، ونزيدوا للمرحلة المقبلة. أخشى أنها تدخل هنا عاوتاني الكواليس، ويدخلوا دوك صحاب الفلوس واللي باغيين فرنسا خصها توصل على عدة حسابات، وهذه زعما إن كان هذا الذي، ولا أتمناه لا أتمنى أن يقع بكل صراحة. أتمنى أن يكون هناك تحكيم عادل، وأتمنى أن تسير المقابلة في سيرورة عادية. جيبوا لنا حكم في المستوى، ديروا لنا فار في المستوى، وخلينا نلعبوا الفوتبول. غلبونا تبارك الله، غلبناهم تبارك الله. راه توجور يان غانيون يان بيردون، ماشي مشكل. نخسروا افيك اونيتي، ونخسروا بدون تحيز وبدون ميول الفيفا لطرف على حساب طرف، والله لا مرحبا. بصح باش تعاودوا لنا الكره مره اخرى في المقابله اللي وقعت لنا في 2022، واللي كانت واضحه وضوح الشمس، فيها اخطاء قاتله للمدرب، ما غاديش نوليو نتبك للحكم، عفوا، وما غاديش نوليو نتبكاو. فأتمنى أن هذا اللقاء يخليونا ترونكيل، وأننا نلعبوا فوتبول، وأن ما تدخل فيه حتى شي حاجة، حتى حسابات لا سياسية، لا مالية، لا ما عرفتش كاع واش غادي يكون تما. فأتمنى من الله عز وجل هذه المقابلة تفوت السلامات. هذا الشيء اللي نطلبوه، ومزيد من التفوق للفريق الوطني ديالنا، مزيد من التفوق للجامعة ديالنا، مزيد من التفوق في جميع المجالات تحت راية الله الوطن الملك. والله ينصر سيدنا، والله يشفيه ويعافيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.